بنای خوای بخشنده مهربان، حمد و ثنا و سپاس و ستایش به پایان خوای پروردگار جهان، درود و سلام لسر پیغمبر خوشویست صلی الله علیه و سلم و لسر اهل بیت و یاران و همشون کوتوان تاکوت زمان. برایانی عزیزم، لا پروگرامی زاد قناغی دوم بابتی العقیده گەیشتینە تەلاپەڕی 57 بابەتێکی گرنگە، یاساکانی ئەهلی سونە و جەماعەت لەبارەی ناوەجوانەکان و صفاتەکانی خوای پەروەردگارەوە. 7 قاعدەی زۆر زۆر گرنگە، پێویستە هەمووان بیزانن قواعد أهل السنة في أسماء الله وصفاته الحسنى. فرهم قواعد أهل السنة في أسماء الله وصفاته الحسنى. أولا، القاعدة الأولى: أسماء الله تعالى توقيفية، يعني أن نتوقف فيها على النص الثابت في الكتاب وصحيح السنة، بحيث لا يكون للاجتهاد فيها مجال، فلا يسمى الله عز وجل إلا بما جاء به الكتاب والسنة، فلا يزاد فيها ولا ينقص. والدليل قوله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فوجب سلوك الأدب والاقتصار على ما جاءت به النصوص، فهذا الباب ليس من أبواب الاجتهاد، ولذا لا يسمى الله سبحانه وتعالى بالعارف أو بالعاقل أو بالجائي أو بالآتي، حيث لم يرد في نصوص الكتاب والسنة أن سمي الله تعالى بشيء من ذلك. بله یاسای یەکەممان بنەمای یەکەممان لە بنەماکانی ئەهلی سونە و جەماعە لە معاملەکردن لەگەڵ ناوەجوانەکانی خوای پەروەردگار و صفاتە بەرزەکانیە ئەوەیە کە ئەسماء الله توقیفیە، ناوەجوانەکانی خوای تەعالا توقیفیە، یعنی بۆ کەس نییە لە خۆی شتێکی تیا زیاد کە، بەڵکو ئەبێ ئێمە تەنها لە سنووری ئاەت و حەدیثا بۆسین، نابێ لەوە تێپەڕ بکەین. اجتهاد لە مەسئلە مەجالی تیا نییە لە مەوزوعی عەقیدە، بە تایبەتی لە مەوزوعی ناوەجوانەکانی خوای پەروەردگار و صفاتە بەرزەکانی. نابێ ناوی خوای تەعالا بە ناوێ بنین کە لە قورئان و سونەتا نەهاتبێ، و هەروەها ناوێ کەمیشی کەینەوە، چۆن ناوێ زیادیکەی ناوێ کەمیشیکەی. بەڵگەشمانەوەیە کە خوای تەعالا فەرمێ: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. قسەی مەکە کە تۆ علم و شارەزایی تیایە نەبێ. بەڕاستی لە ڕۆژی قیامەتە بیستن و بینین و تەنانەت دڵەکانیشتان لە ڕۆژی قیامەتە هەمووی لێپرسینەوەی لەسەرە، کەوابوو پێویستە ئینسان لە سنووری ئەدەب تێپەڕ نەکا، و یعنی ئەبێ ئەدەب، یعنی وەکو بڵێ ئەدەب نەبەزێنی، و تەنها لە قورئان و سونەت ناوەجوانەکان و صفەتە بەرزەکان وەربگیرێ. بۆیە ناتوانیت تۆ بەخوا بڵێ عارف، يعني بخوا بڵێ العارف، يعني نا لە خۆتۆ ناوێ زیاد، یا بڵێ العاقل، یا مەسەن بڵێ الجائي أو الآتي، يعني ئەم ناوانە ڕاست ئەمانە صفەتی خوای پەروەردگارن، هەندێک صفەتی خوای، بەس ناتوانانی بکەی بە ناو بۆ خوای پەروەردگار، مادام لە قورئان و سونەتا بە ناو نەهاتووە، تۆش ناتوانی لە خۆت بێنیت. بەڵێ ئەمە قاعدە یەکەم. ثانيا، القاعدة الثانية: أسماء الله كلها حسنى، ويدل على ذلك ما يأتي. قوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. قوله تعالى: قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. قوله تعالى: الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. قوله تعالى: هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. والحسنى مؤنث الأحسن، أي البالغة في الحسن غايته، فأسماء الله هي أحسن الأسماء وأجلها لاشتمالها على أحسن المعاني وأشرفها. فالحي مثلا متضمن للحياة الكاملة التي لم تسبق بعدم ولا يلحقها زوال. والرحمن متضمن للرحمة الكاملة التي قال الله عنها: ورحمتي وسعت كل شيء. وحكى سبحانه وتعالى مقالة الملائكة:
ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما. وقال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أرحم بعباده من هذه بولدها. قاعدەی دووەم خۆشەویستەکانم ناوە جوانەکانی خوای پەروەردگار، ناوەکانی خوای پەروەردگار هەمووی جوانە، هەمووی ئەحسەنە، هەمووی جوانترین ناوە کە ئەتوانی بڵێ ئیتر لەو جوانتر نییە. سنووری جوانی بڕیە، گەیشتە ئەو پەڕی جوانی. بەڵگەشت بنەوەیە کە خوای پەروەردگار ئەفەرمێ: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. ناوە جوانەکانی خوای پەروەردگار بۆ داوای لەخوا بکە. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعو. الله بي الرحمن بي هل لنا وكان خوای پەروەردگار بي أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. خوای تعالى خاوەن ناوە جوانەکانە. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. يعني خوای تعالى خاوەنی ناوە جوانەکانی كوابو حسنى طبعا الله مؤنث أحسنة أي البالغة في الحسن غايته، قيشتو قمة ولدكي حسن جواني. كوابو ناوكاني خوای پەروەردگار هەمووی أحسنة، هەمووی أجل يعني أعظم، چونکە هەرچی معانی جوانی هەیە و پیرۆزی هەیە لە ناوەکانی خوای تعالى کۆبۆتەوە. بۆ نمونە ناوی الحي، كاتي ماڵ إن الحي كده قناعتي طابق كخوای تعالى حياتي كاملي هەیە کە لە پێشە ئەوە عدەم نەبووە، لە پاشیشە عدەم نابێ. يعني هەر بە بەردەوامی ئەو صفتەیان ئەو ناوە جوانە لە خوای تعالى ئەمێنێ. بۆ نمونە الرحمن، كاتي ماڵێن الرحمن يعني الرحمة كامل، نەک ڕەحمەت بەشێکی تیان هەیە بەڵکو كامل. ورحمتي وسعت كل شيء. وخوای تعالى دەربارەی مەقالەی مەلائکە، قسەی مەلائکەکان ئەڵێ، يعني قسەی مەلائکەکان بۆ باسەکات و فەرمیە ربنا وسعت كل شيء. يعني مەلائکەکان ئەڵێن پەروەردگار تۆ هەموو ڕەحمەتی تۆ، علمی تۆ هەموو شتێکی گرتوتەوە، بەرفراوانە بۆ هەموو شتەکان. و پێغەمبەری خۆشەویستمان صلى الله عليه وسلم فەرمیێ لله أرحم بعباده من هذه بولدها. تەنانەت لە دایک بەرامبەر بە مناڵەکەی چەند بەڕەحمە، دایک بەرامبەر بە مناڵ، يعني ئیتر لەوە بەڕەحمتر قەت نییە. ئیتر لەوە قیمەی ڕەحمە، لوتکەی ڕەحمە خوای تعالى لەوەش بەڕەحمتر. بەڵێ قاعدەی سێم. القاعدة الثالثة. قوابو ئیسێمە قاعدەی یەکەم، ناتوانی لە خۆتۆ ناوەکانی خوا زیادکەی، ئەوەی مهمە. دووهەم توقيفية. ناوەکانی خوای تعالى ئەبێ لە قورئان و سنەت وەریگری، لە خۆتۆ بۆت نییە ئیجتیهادی تیا بکەی. سێم القاعدة الثالثة أن باب الصفات أوسع من أبواب الأسماء، فيؤخذ لله تعالى صفة من كل اسم أو فعل، أما الأسماء فبابها ضيق فلا تؤخذ إلا من نصوص الأسماء ولا تؤخذ من الصفات. فمن صفات الله تعالى المجيء والإتيان والأخذ والبطش والإمساك والإرادة والنزول إلى آخره، كما في قوله تعالى وجاء ربك، وقوله تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، وقوله تعالى فأخذهم الله بذنوبهم، وقوله تعالى ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، وقوله تعالى إن بطش ربك لشديد، وقوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقال النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا إلى السماء الدنيا فيوصف الله تبارك وتعالى بهذه الصفات على الوجه الوارد، لكن لا يسمى بها، فلا يقال من أسمائه سبحانه الجائي والآتي والآخذ والممسك والباطش والمريد والنازل. أما الأسماء فيؤخذ منها الصفات، فاسم العالم يدل على صفة العلم، واسم الغفور يدل على صفة المغفرة، واسم الحكيم يدل على صفة الحكمة، وهكذا. فنأخذ الصفات من الأسماء ولا نأخذ الأسماء من الصفات. قاعدەی کتر ئەوش زۆر گرنگە، بابی ئێمە صفات مانێ و ئەسمان مانێ، ناوە جوانەکان و صفەتە بەرزەکان.
بابي صفات فراوانتر لبابي أسماء. بابي أسماء ضيقة للسنور يكي داري كراوة بلام صفات كان زورتره أتوانين لهمو صفته لهمو ناويك صفات دركين لهمو ناويك خواهي پروردگار أتوانين صفات دركين بلام ناتوانين لهمو صفتك ناو دركين. بون من أخوي تعالى صفتي مجيء يعني مجيء هاتن اتيان يعني هر هاتن أخذ يعني اشتكى هليقلي يعني وليقلي بطش امساك اراده نزول امانا صفات اللي كي خوي پروردگارن لو اياتاني كما مستسوران خونديوي يعني لو اياتنا بس ام صفاتنا كراوه هم رن كراوه بسور بوي بزاني او صفتي كلا صفاتي خوا بلام ناتواني لصفتي مجيء بلي ناوي دروس كي بلي جائي ناتواني لصفتي اتيان ناوي بخوا زياد كي بلي اتي لصفتي اخذ ناوي در كي بلي آخذ هروها لإمساك بني بلي إخوان ممسكة لبطش بلي إخوان باطشة لنزول بيجي إخوان نازلة أم ناتوانيت يعني شو كأم نوانس أما صفة بلام ناتواني بكيت الناو بلام أكري لهر ناوك صفة داني صفة درك يبون من أخوان عالمني أتواني بلي إخوان صفة علمي هي أخوان حكيمني خوي تعالى صفة حكمي هي حكمتي هي وحكيمني أتواني صفتي حكمت لا حكيمي خوا دركي يان غفور أتواني بالله خوي تعالى لبرديه مغفر توابونا وكان ضيقترن صفاتا كان فراوانترن أتواني لهمو ناوك صفتي دركي بلام ناتواني لهمو صفتي ناو دربيني مش قاعدة سيما وقرنقشة. شوارم القاعدة الرابعة: الأسماء الحسنى لا تحد بعدد معين. الأسماء الحسنى لا تدخل تحت حصر ولا تحد بعدد معين، فإن لله تعالى أسماء وصفات استأثرت بها في علم الغيب عنده لا يعلمها ملك مقرب ولا نبي مرسل، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: ما قال عبد قط إذا أصابه هم وحزن اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي إلا أذهب الله عز وجل همه وأبدله مكان حزني فرحا. قالوا: يا رسول الله، ينبغي لنا أن نتعلم هؤلاء الكلمات. قال: أجل، ينبغي لمن سمعهن أن يتعلمهن. قاعدة شوارم ناوجوانا كان إخوة صفات نعلم ناوجوانا كان إخوة حديكي دياري كراونية. قاعدة شوارم ناوجوانا كان إخوة تعالى حديكي دياري كراونية ملاي بلي نوتو نلاوة بس لوش ذاتره ببلغي شي ببلغي أو حديثيك في غمرة فرمي صلى الله عليه وسلم. طبعا حديثك زور مهمة هلا نكبو ايرش لشوني تريشا مهمة ام حديثة زور مهمة جو بقرا لم حديثة. طبعا ام حديثة دعايك في غمرة إخوة فرمي صلى الله عليه وسلم حركسي بي سيت في ويست فيري ببي يعني حديثك دعايك في غمرة إخوة فرمي صلى الله عليه وسلم حركسي بي سيت پێویستە فێری ببێ. چییە حەدیثەکە؟ پێغەمبەری خوا فەرمێ صلی الله علیه وسلم هەر عەبدێک بڵێ ئەگەر کاتێ تووشی ناڕەحەتی و خەم و خەفەتێکە بێ ئەگەر بڵێ اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك وناصيتي في بيدك ماض في حكمك هەر عەبدێک ئەمە بڵێ خوایە من عەبدی تۆم کوڕی عەبدی تۆم کوڕی کەنیزەکی تۆم توێڵی من بەدەستی تۆیە يعني بۆ هەرکوێ ئەمبەی يعني مەبەستیەوەیە کە من شەنس و بەخت و ئەجەل و هەموو شتەکانی من قەدەری من بەدەستی تۆیە ناصیەتی بێدی ماض في حكمك حكمي تۆ لەسەرم 100% جێبەجێ بێ نەک جێبەجێ ئەبێ جێبەجێش بووە عدل في قضاءك هەرچی تۆ بڕیاری بدەی دەربارەی من ئەوە تەکید عدلە چونکە تۆ ظلم ناکەی. أسألك بكل اسم هو لك داوات ديكم بهر ناويك كهتا أما يك ترسوزي كردوه
ويبزاني ليروا أو إمام بس معنا سميت به نفسك خدنا يخط لناوا أو أنزلته في كتابك يا لقرآن كتا يا لكتاب أسمان كان في شتات بزاندوا أو علمته أحدا من خلقك يا يكيك العبد كان يخطط فيها كردوا لو أنا خلقت كردوا أمانة إن جاء سوريا كي كردوا يعني أما ما بستك إمك حدود كينية أو استأثرت به في علم الغيب عندك يعني هندي أنا وهي أصلا هربو كسب نوتوا نلا كتابة دات بزاندوا نلا بوبيا غمرة دات بزاند لا غيبي خطها هلط قرتوا أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي بمعنى همي دعوات ليكم كقرآن عظيم بكي تبهاري ظلم اللهم آمين وبكي تنوري سينقم وبكي لا بريخ مخفتك عنه سيرك هركسي أما بلي إلا خواي تعالى خمو خفتك لسر لا أبا لجيقايا خوشي فرحانية خاتجي قلت يعني بيغمري خوا بيويست أما فيري أما بين فرمي هركسي بيستي بلي هركسي بيستي بيويست فيري بي ام دعا زور ضرورة زورش بيويست بلي توابوق إيسا قاعدة كان بدو باريكينو بوي لبير معنا چه يكم قاعدة كان قلت معنا وجوانا كان إخوة توقيفية يعني بوتنية لخطونا سبقي لقرآن والسنة بذلك دو هموي جوانا ناو جوانا كان إخوة تعالى هموي حسنايا هموي جوانا كمي جوانية جوان ترينا بلى جوان ترينا بلى سيب صفة كان فراوانترن تاكل صفات كان فراوانترن لناو كان يعني أتواني لهمو نايوكو صفة دربيني والله ناتواني لهمو صفة يكون ناو دربيني شوارم ناو كان إخوة تعالى حصرني ليك عددا لجماري كي ديالي كراوة بلكو هندي إخوة تعالى هلا يخوي هلي قرتوا كسنا زاني بلى بينجم عفوا بيشو بشينا أما إنك تناقضناك نسرين لله 99 اسم نعم يعني أولنا يقول لك أخوان القرآن والسنة باسي كردوا بلى القاعدة الخامسة حديثة تناقضناك لو أفرمي أخوة تعالى نوطلون أيها مقصد أويا كوا أويا القرآن والسنة باس كراوة أم حديثة جواد رقاك كهندي ناوي تري هي يعني هر خواباسي نكردوا بلى القاعدة الخامسة الإيمان بأسماء الله يتضمن أمورا أولا الإيمان بثبوت ذلك الاسم لله عز وجل على وجه يليق به سبحانه وتعالى ثانيا الإيمان بما دل عليه الاسم من الصفة ثالثا الإيمان بما يتعلق به من الآثار وهي الحكم والمقتضى فاسم الله السميع يستلزم الآتي أولا إثبات الاسم ثانيا إثبات صفة السمع ثالثا الآثار وهي إثبات الحكم أي أن الله يسمع السر والنجوى وإثبات المقتضى وهو وجوب خشية الله ومراقبته وخوفه والحياء منه عز وجل بەڵێ ئیمان هێنانت بەناوە جوانەکانی خوا چەند شتێکە گرێتە خۆ پێویستە تیاتە جێبەجێ بێ یەکەم ئەبێ ئیمانت هەبێ بە جێگیربوونی ئەو ناوە بەخوای پەروەردگار بە وەجهێک یان بە شێوەیە کە لایقی خوا بێ دوو یعنی شێوەیە کە لایق یان بە کوردی خۆمانژە شایستەی خوا بێ دووهەم ئیمانت وا بێ کە ئەو ناوە هەندێک صفەتە گرێتە خۆ بۆ نمونە صفتي ناوي الحي يعني خوا الحي والباقية كحرجيز مردني بسراناي وكاتي ما ألين خوا العالم بون منا خواي تعالى يعني علمي هي خاون علمه وحيد شتيك لخواي تعالى والنبي يعني بوش يوازا سهام إيمان تبي بآثار وشنوادي أو ناوى جوانانا كجاري وهي هندي دواكارية كان لتو مونمونا ناوي السميع يعني بيسر يكم إما إثباتي أو نواكن بخواي پروردگار دوهم إثباتي صفتي بيستن أكن بخواي پروردگار بو شوي كلايقي خواي پروردگار سيم آثاركاني كبريتيا لشي لإثباتي حكم يعني بوي كتو باور طوابي كخواي تعالى سر النجوى نهيني وأشكرا عبيسي وهروها إثباتي مقتضى نورك يعني چی داوا لیەکە نەک ناوەڕۆ داوای چی دێکە ئیسپاتی ئەوە بکەیت کە داوات دیەکە چی داوا لیەکە ئەوش ئەوەیە کە تۆ پێویستە لەسرت لەخوا بترسی هەست بە مراقبەی خوای گەورە بکەیت و حیا و شەرمت هەبێ لە خوای پەروەردگار جا ئاوا لە ناوە جوانەکان تێبگەیت شەشەم القاعدة السادسة القول في الصفات كالقول في الذات ومعناها
أن الله تعالى ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا صفاته ولا أفعاله. فإذا كان لله ذات حقيقية لا تماثل ذوات المخلوقين بلا خلاف، فكذلك الصفات الثابتة له في الكتاب والسنة هي صفات حقيقية لا تماثل صفات المخلوقين. فالقول في الذات والصفات قول واحد، وهذه قاعدة عظيمة يناقش بها من ينكر الصفات مع إثبات الذات، فإن إثبات الذات للرب عز وجل محل إجماع بين الأمة. فإذا قال قائل لا أثبت الصفات لأن في إثباتها تشبيها لله بخلقه، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، يقال له أنت تثبت لله ذاتا حقيقية وتثبت للمخلوقين ذواتا، أفليس هذا تشبيها على قولك؟ فإن قال إنما أثبت ذاتا لله لا تشبه ذوات المخلوقين ولا يسعه غير هذا، قيل له يلزمك هذا في باب الصفات، فإن كانت الذات لا تشبه الذوات وهو حق، فكذلك صفات الذات الإلهية لا تشبه صفات المخلوقين. فإن قال كيف أثبت صفة لا أعلم كيفيتها؟ قلنا له كما تثبت ذاتا لا تعلم كيفيتها. قاعدەی شەشەم ڕێزان، قسەمان دەربارەی صفاتەکان وەکو قسەمان وایە دەربارەی ذاتی خوا. یعنی چی؟ یعنی ئێمە چۆن ئەڵێن بە ذاتی خوا ئەڵێن خوای تەعالا هیچ وەکو خوا نییە، دەی کەوابوو یعنی هیچ وەکو خوا نییە لە ذاتیە، کەوابوو هیچ وەکو خوا نییە لە صفاتیە، هیچ وەکو خوا نییە لە ئەسماءەکانیشە، لە ناوەکانیشە. ئێمە کە ئەڵێن خوای تەعالا ذاتێکی حەقیقی هەیە وەکو ذاتی مەخلوقاتەکانی نییە، دەی کەوابوو خوای تەعالا ئەو صفاتانەشی کە هەیەتی، ئەو ناوانێکی کە هەیەتی، هیچی لە ناو صفاتی مەخلوقاتەکانی ناچێت. ئەڵێم قاعدە زۆر مهمە، هەر کەسێک ئینکاری صفات بکە، ئێمە بەم قاعدەیە بەرامبەری ئەوەستینەوە. بۆ نمونە کابرایەکە گەر بڵێ من باوەڕم بە ذاتی خوا هەیە، طبعاً ئەمە هەمووان ئەڵێن، هەموو مسلمانێک ئەڵێ من باوەڕم بە ذاتی خوا هەیە، بەڵام ئەڵێ باوەڕم بە صفاتەکانی نییە، چونکە ناکرێ خوا تەشبیه بکەینە مەخلوقاتەکانەوە. ئێمە ئەڵێن باشە تۆ باوەڕت هەیە کە خوا ذاتی هەیە و فڵانە مەخلوقیش ذاتی هەیە، ئەی باشە ذاتی ئەم و ذاتی ئەومە ئەمش هەر خۆی بە خۆی تەشبیه نییە؟ ئەڵێ آخر من باوەڕم وایە ذاتی خوا ذاتێکی زیاتێکە جیاواز لە ذاتی ئەمان، یعنی دەیکەوا بۆ صفاتەکانیشی ئەبێ باوەڕت پێ هەبێ جیاواز لە صفاتی مەخلوقاتەکان، ناوەکانیشی ئەبێ باوەڕت پێ هەبێت جیاواز لە ناوەکانی مەخلوقاتەکان. کاتی ئێماڵین خوا دەستی هەیە، خوا وتوێتی لە قورئانە و پێغەمبەری خوای صلی الله علیه و سلم لە حەدیثا وتوێتی کەوابوو نابێت چی بکەی؟ کەوابوو نابێت چی بکەی؟ تەواو میتر مشکلە بۆ خۆمان بۆ دروستکەین. بۆچی تو ئەڕۆی ئەڵێ ئەمە بەستی دەست نییە؟ ئێ خوا فەرمە دەست وانە کەوتی دەست تەواو، من ئەڵێم مادام خوا وتوێتی دەست تەواو، مادام پێغەمبەری خوا صلی الله علیه و سلم وتوێتی تەواو. خۆ من دین لە کێوە فێر بووم؟ لە قورئان و سنەتەوە. یعنی من زۆر سەیرن، یعنی زۆر سەیرن ئەو کەسانەی کە ئینکاری ئەو شتانە ناکەن. تو ئەڵێ بەڵێ بەڵام لەیسە کەمیثلیه شەیء وهو السميع البصير. آخر قاعدة إشمان برزان، قاعدة حوتم. القاعدة السابعة: القول في بعض الصفات كالقول في بعضها الآخر، ومعناها أن القول في بعض صفات الله من حيث الإثبات والنفي كالقول في بعض الآخر. وهذه القاعدة يخاطب بها من يثبت بعض الصفات وينكر بعض الآخر. فإذا كان الرجل يثبت بعض الصفات لله تعالى كالحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر وغيرها، ويجعل ذلك كله حقيقية، ثم ينازع في صفة المحبة والرضا والغضب وغيرها ويجعل ذلك مجازا، فيقال له لا فرق بين ما أثبته وبين ما نفيته، فالقول في أحدهما كالقول في الآخر. فإن كنت تثبت له حياة وعلما وقدرة وسمعا وبصرا لا تشبه ما يثبت للمخلوقين، فكذلك يلزمك أن تثبت لله محبة ورضا وغضبا كما أخبر هو عن نفسه من غير مشابهة للمخلوقين، وإلا وقعت في التناقض. ليلى أمجتها روكات أوانيك عندك لمعني هن إثباتي بري صفاتك أن بقى تعالى وكو علم إرادة سمع بصر إثباتي واكن آخر أشعري كان هميها الرفض كان هم الصفات بري إثباتك إثباتي أماكن فالله لولا إنكاري محبة أكن
صفتي محبة مثلا خوا فلاني خوش بي إثبات الرضا كان رضي الله عنهم صفة الرضا إثبات صفة غضب كان غضب الله عليهم باشقينا يا مألين باشقينا شي فرقي كي كتو بون من تو تي إثبات صفة علمك بخواي تعالى أي فرقي شيء إثبات صفة علم بخواي تعالى لقل إثبات صفة رضاية فرق شيء يعني حرق بين خوا وتويتي يعني صفات كان إخوانات تواني تابشي كي بلي أمانة بو من هي إثباتي كي بس أمانة بو من هي إثباتي بلكو أبيتو حموي وقت يك تماشاكي حموي وقت يك تماشاكي بو نمونة يعني ها نمونة ترمان هي مثلا ستناب نابي بلي ولا من إيمانهم هي ببعض الكتاب وإيمانهم هي ببعض حموي أبي إيمان فيها بي يان إيمان بهندي لبيغمبر كان هي إيمان بهندي لبيغمبر كان هي بلكو تو أبي إيمان بهموي هبي هل وأنا وجوانا كان يخاي پروردگاريش والصفات برزكانيش إما أبي إيمان من بهر هموي هبي أم حوت قاعدة جرنج لموضوع الصفات وأسماء وجوانا كان يخاي پروردگار والصفات برزكاني زور جرنجن إما بيان زانين وهو بدن إن شاء الله چنجاري كيو بقدين ولا بابته چنجاري وأوي تواو لنا وميش ما نبيش اسفه چونك جرنجة خلق لما زورت يكوتوه بتايبتي لم زماني كيساين لنا آخر ما هو يكن بابتها نبو الباسي نبو بس إنسان بابتها تتكايا ومجبورته علم الدرباري هبه وصلى الله وبارك على حبيبنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.